أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شر حاسد. في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. هنتكلم عن الرقية الشرعية. الرقية الشرعية في بعض الأحيان يعني ناس كتير جدا بتسأل الرقية الشرعية إزاي بتتم؟ طب الواحد لو عنده أعراض يعرف إزاي إن هو عنده أعراض ولازم راقي ولا لأ؟ هل ممكن الواحد يرقي نفسه بنفسه ولا صعب؟ السحر له علاقة بالنزيف ولا لأ؟ وهل ممكن الواحد وهو بيعمل رقية شرعية ممكن الجن يتكلم؟ مثلا الواحد بيعمل رقية لزوجته، يعمل رقية لأقاربه، يعمل رقية لأي حد يعرفه، هل ممكن الجن يتكلم ولا لأ؟ ولو الجن اتكلم يعمل إيه؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة مع اللي دايما مشرف ومنور برنامج من شر حاسد، الشيخ عبد العاطي عمر. أهلا وسهلا بحضرتك. حبيبي وسهلا، كل عام وانت بخير. وحضرتك بألف خير وكل سنة وأنت طيب. كل عام وانت بخير حبيبي. في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الرقية الشرعية، والواحد دلوقتي وهو بيرقي زوجته أو بيرقي حد من أقاربه ممكن الجن يتكلم. هل فعلا ممكن دلوقتي أنا برقي حد الجن ممكن يتكلم ولا لأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مولانا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وارد الجن يتكلم، وده الرقاق طبعا كلك عارفينه، وبل ان في بعض الناس شهدته في اذا كان حد صرع والجن تكلم. الجن بيتكلم. طيب لما الجن يتكلم، لو حد بيرقي زوجته، زوجته بترقي زوجها، حد بيرقي ابنه، اخته، بيرقي حد تبعه يعني، فالجن تكلم، فايه المفروض عليه يعمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه قال: لا تتمنوا لقاء العدو. وده شيطان مكلف او جن مكلف باذى الانسان او مس برضه جاي يأذي الانسان، فده عدو. ففي الاصل لو انت راقي ما تحاولش تنطق الجن الا اذا يعني حسيت ان الجن ده ممكن لو اتكلمت معاه واقنعته يدخل الاسلام او اقنعته يسيب المريض ويبعد عنه، ما فيش مشكله لا حرج. اما الاصل لا تتمنوا لقاء العدو، الاصل احنا نرقي المريض من غير ما ننطقه. طب لو زوج بيرقي زوجته والجن نطق واتكلم، يتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه ما يخافش منه، لان لو الجن حس ان الانس يخاف منه خلاص مش هيطلع مهما عمل، لان الجن عنده اراده وليه نفس، واحنا برضو الانسان عندنا اراده وليه نفس. زي مثلا يكون اتنين بيتخانقوا مع بعض، لازم واحد فيهم احنا بالعاميه كده يهت التاني، واحد فيهم يخوف التاني. ممكن واحد يكون صحته اضعف والتاني ما شاء الله حاجه جامده خالص، بس الكبير ده يخاف فالصغير يضربه او يغلبه. كذلك الجن، اذا الشخص اللي بيرقي او بيقرا الرقيه خاف من الجن والجن يعني استضعفه، خلاص مش هيطلع مهما عمل بقى، هيبدا يروخ فيه وليه مداخل كتيره جدا جدا جدا. طيب الصح انه يعمل ايه؟ اول حاجه ما يخافش منه. تاني حاجه يكون على يقين تام ان القران بيأذي الجن، فيقرا عليه ناطق الجن. اول حاجه يسالها له: سجن جسمها ليه؟ يقول له مس او جاي مكلف بسحر او جن عاشق او حسد او غيره، مع مراعاة ان الجن فيهم كذب كثير، وخصوصا اللي جايين بالسحر، لانه معظمهم بيكون شغال مع السحر، بيكونوا اصلا شياطين او مؤذيين اساسا، فبيكذب كتير. فجاي ليه؟ دي عشان كذا. اطلع؟ لا مش هنطلع. يقرأ عليه، ما يكلموش تاني بقى، يقرأ عليه الرقي، يقرأ شوية وبعد كده يكلمه تاني،